السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم خلطة المحشي المميزة جدا بمكونات بسيطة لكن بتفرق جدا في قلب الخلطة. تنفع طبعا محشي الكرنب ومحشي الورق العنب وكل المحاشي بأنواعها، وكمان في الفلفل الألوان بتبقى تحفة جدا. لو عملتي فلفل ألوان بنفس الخلطة دي ممتازة جدا جدا بصراحة، تحفة. أول حاجة طبعًا باجيب بصلتين 3 كبار كده، وأروح مقطّعاهم تقطيع ما تبقاش خشن أوي، يعني في ناس بيحبوا تقطيعة البصل في المحشي تبقى كبيرة، لأ يعني الوسط، ما تبقاش إيه صغيرة أوي ولا كبيرة أوي. باقطّعهم كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وأقطّع معاهم بقى قرن فلفل أخضر كده حامي اللي بيحبها حراقة شوية. لو أنتِ مش بتحبيها حراقة حطّي قرن فلفل أخضر كده، اللي هو الرومي العادي اللي هي مش حراقة. بس بتفرق في قلب الطعم. هافرمهم برضه فرمة كده، يبقى أنا كده جهزت معايا البصل والفلفل. بس يا رب بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، بجد هيفرق معايا جدًا في قلب قناتي عشان أفعّلها إن شاء الله. بس كده أنا حضّرت كده. آآ باجيب بقى قرن فلفل أحمر كده كبير اللي هو فلفل الألوان، بجد بيدّي له طعم بقى مسكّر، هو أساسًا مسكّر، فلمّا بتحطّوه في قلب الخلطة بيبقى مسكّر جدًا. باقطّعه بس باقطّعه قطع صغيّرة، ما تخافوش هو كده مش هيبقى باين في قلب الخلطة وأنتِ بتحشي في الكرنب أو بتحشي أي حاجة، علشان بيدوب في قلب الصلصة. هاجيب بقى معلقتين 3 كده من السمنة مع 3 معالق برضه من الزيت، حبّة حلوين كده كبار، وأروح إيه منزّلة عليهم البصل والفلفل الأخضر يدوب، بس أنا مش عايزاه حتى يصفر، يعني ما يصفرش البصل خالص، يدوب بس كده يدبل شوية، وأروح منزّلة عليه الفلفل، برضه الفلفل يدبل شوية في قلب الخلطة دي. بمجرد ما ألاقيه دِبِل كده شوية، أروح منزّلة عليه شفشق عصير من الطماطم أو صلصة لو أنتِ مخزناها زي ما أنا هاعمل كده. أهي كده الخلطة بقت جاهزة معايا. هانزّل بقى التوابل بتاعتي عشان هي دي اللي هتدّي لها الريحة الجميلة. مكعب ماجي كده، ده اختياري، لو أنتِ مش عايزة خلاص، بس بيفرق في الطعم. أهم حاجة لو هتحطيه ندوّبه جامد جدًا عشان ما يعملش تكتلات في قلب الخلطة. معلقتين ملح بقى كبار كده مع معلقتين كمون مع فلفل أسود. الخلطة ما بتحتاجش أكتر من كده، فلفل أسود، كمون، ملح. في ناس بتحط كزبرة ناشفة بس أنا ما باحبش، مش هتفرق، أنا كده باحطها خضرا فريش. بس أهم حاجة التوابل دي تكون بكمية كويسة، يعني معلقتين كبار كده من كل حاجة، هتبقى ممتازة جدًا معاكِ. هيفرق برضه معاكِ في الطعم جدًا ويخلّيها مسكّرة. معلقة ونُص كده من الكاتشب. يعني معلقة ونُص من الكاتشب دي إضافة بقى بتخلّيها تحفة جدًا، جرّبيها ومش هتندمي. بعد ما يدوبوا كده هانزل بقى إيه زي ما قُلت لكم دي صلصة أنا مفرّزاها. أو تقدري إن أنتِ تعملي شفشقين أو شفشق عصير حسب كمية البصل والفلفل الألوان اللي أنتِ حاطاه، تروحي عصراها وتروحي حاطاها في قلب منزّلاها عليه. لو عندِك صلصة زي ما أنا عاملة كده هانزّلها عليها وأحط كوباية من المَيّة. كوباية المَيّة دي علشان إيه، تتسبِّك بقى ويدوب البصل فيها وتبقى ممتازة معاكِ. كده خلاص بعد ما اتسبِّكت اللي هي خلّصت كل السوايل اللي فيها، بقت جاهزة إن أنتِ إيه، للخلطة بتاعتِك. طبعًا معايا بقى أهم حاجة الخضار. الخضرة لازم تبقى كتيرة عشان تدّيكِ طعم حلو، وفي نفس الوقت تبقى قيمتها الغذائية أعلى. معاكِ 2 كزبرة، مع 2 شبت، مع حزمة بقدونس. البقدونس مش مستحب إن أنتِ تكتّريه، أهم حاجة الكزبرة والشبت. لو الخلطة كبيرة معاكِ تقدري إن أنتِ تنقصيها زي ما أنا هاعمل كده، يعني أنا هنا نقّصت منها طبق كده، أقدر إن أنا أحتفظ بيه في الفريزر. هتستني لمّا يبرد شوية وتروحي حاطاه في كيس أو علبة وتحطيه في الفريزر.
هننزل بقى الرز معايا كده، انا مش غسلاه علشان انا جايباه من الكيس على طول على الخلطة. لو انت بقى جايباه سايب كده من شكارة او حاجة، بتروحي غسلاه، واهم حاجة يتصفى كويس عشان المية اللي فيه ما يبقاش سايلة معاكي. هنقلبه بقى كويس جدا. لو عوزنا بقى صلصة هتحطي معلقتين كده عشان هو لازم تبقى لونها محمر وحلو. هنروح بقى منزلين عليها الخضرة اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الشبت والكزبرة والبقدونس. اهم حاجة بقى ندمجهم كويس جدا. تقدري ان انتي تعمليه على النار، يعني الافضل ان انا بصراحة في المرحلة دي تعمليه على النار بقى. لكن لو انت هتعمليه في نفس الوقت عادي برضو ان انت تعملي كده، لكن لو انت هتعمليه مثلا وتركنيه في التلاجة، او تعمليه عايزة تعملي المحشي وتسيبيه تاني يوم، الافضل ان انت تسخنيه على النار عشان يستحمل معاكي. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.